بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. أسعد بلقائكم اليوم في حلقة جديدة من 30 عقدة الجيربر في 30 يوم من رمضان. جالنا سؤال من أخ عزيز وفاضل بيقول: عندي طقم تيشيرت وشورت جنب مقفول وجنب مفتوح علشان فيه طباعة، أعمل إيه أثناء التدريج عشان أقدر أحافظ على الحلقات الرقبة والكتف والإبط؟ وكمان بعت لنا فويس وبعت لنا شكل للباترون نفسه. السلام ورحمة الله وبركاته يا باشمهندس. كل سنة وانت طيب حضرتك، ومتشكرين للاهتمام. بص، أنا بعت لحضرتك صورة للي أنا أقصده عشان يعني الصورة تكون واضحة مع حضرتك. بس لأن هو في طباعة في الصدر والظهر وماسكة الجنبين يعني. فبص على الصورة حضرتك. طيب هنروح نجيب باترون عندنا. احنا عرفنا كده المشكلة ان في طباعة في التيشيرت مقفول من جنب واحد والناحية التانية عادي جدا، يبقى في خياطة في الجنب واحد بس والجنب التاني الاتنين ماسكين في بعض. الطباعة جاية من الظهر على الصدر. هنجيب اي باترون عندنا في الستورج اريا. طبعا الجزء ده اطفالي. جبنا باترون عندنا هنا الرول تيبل بتاعته، تعالوا نشوف المقاسات بتاعته. 4 مقاسات. تمام. نقدر نيجي هنا نقلل مثلا المقاس عشان وقت الحلقة، نروح على قائمة جريد، نقول له موديفاي بريك سايزز، كليك يمين سيلكت اول، كليك يمين اوكي، الغي لي مقاس 8 وهقول له هنا ديليت. كده الرول تيبل بقت 3 مقاسات بس، واعمل سيف للجزئية دي. طيب هنيجي هنا عندنا حلين للمشكلة دي، والحلين فيهم واحد سهل وبسيط جدا ويطلع بسهولة في وقت قليل جدا، والتاني ياخد معايا يعني دقيقتين 3. نبدأ بالحل السهل البسيط الأول، إن أنا هاجي أفتح تدريج الباترون ده عندي كده أهو، وهبص هنا. أنت عايز تقفل من جنب واحد، ما عنديش مشكلة خالص. هنعمل ريستاك من قائمة جريد، نعكس التدريج بتاعي على الناحيتين، وهنفتح احنا كده هنلحم من الجنب. هنقلب الباترون ده موديفاي، نقول له فليب ونختار الوضعية دي اهي، ونقلب الجزئية دي كده اهو، ونيجي نقول له كومباين، ادمج لي الباترونين دول مع بعض. طيب قبل ما ادمج افتح الميرور بتاعي، لانه وارد جدا يقفل الميرور لو دمجت من غير ما افتح الميرور بتاعي اهو. طيب هنيجي هنا نقول له من موديفاي، نقول له كومباين بيس، ادمج لي الخط ده مع ده. هيديني هنا بيقول لي انترسكشن ايرور، والايرور ده دايما بيجي من الخياطات. يمكن لو الباترون ما كانش واخد سيم الاونس ما كانش هيديني الايرور ده. همشي معاه اوكي على المقاسات بتاعتي اهو لحد ما يجمع لي الباترون بتاعي كده اهو. اضغط كليك شمال وهسمي ده اهو شرطة، نقول له ده معمول بريستاك، كليك يمين اوكي، وهطلع ده فوق بيس تو منيو. طيب الطريقة التانية اللي هتاخد معانا وقت شوية، انت مدرج الباترون ده فيو، وريني كده انفولد، افتح الجريدنج، رص القطعتين جنب بعض، وريني التدريج بتاعك جريد اول سايزز او سيلكت اول الاتنين واحد، وهنسحب مقاس من قائمة كرييت كريدت سايزز ده وده، كليك يمين اوكي، هات لي مقاس سنتين اهو، ده سنتين تمام. جريدد سايز ده وده، هات لي مقاس، طبعا العينة 4، هات لي مقاس 6، كليك يمين اوكي. وهنيجي هنا ادي العينة بتاعتي، هقول له جريد كلير. هعمل ايه؟ هدمج الباترونات دي مع بعض، كل مقاس لوحده اهو، من موديفاي كومباين سيلكت ميرج لاين، ده مع ده بقى مقاس اهو، ميرج لاين ده مع ده بقى مقاس اهو اوكي، عشان ده مقاس العينه هيديني طبعا الانترسكشن. انا هفضل اوكي وراه لحد ما يديني المقاس اهو، كليك يمين اوكي، ميرج لاين ده مع ده المقاس اهو، كليك يمين اوكي. وهاجي نسحب او نطلع كل الكلام ده، ديليت بيس، ده مع ده مع ده مع ده. هنستخدم هنا اوبشن اسمه كرييت نيست. هنرص طبعا الباترونات بتاعتنا بالترتيب، ادي 2 الاول، بعد كده 4، بعد كده 6. كرييت نيست بالمناسبة عشان يشتغل لازم يبقى القطعة بتاعتي، انت بتقول له انا هنشئ تدريج فوق بعض، تبقى متساوية في النوتشات ومتساوية في النقاط ومتساوية في كل الكلام ده. خلينا نمسح مع بعض النوتشات، ديليت نوتش، ونسلك كل الاجزاء دي كده اهو، كليك يمين اوكي.
من قائمة جريد نقول له كرييت نست، انشئ تدريج، سيلكت بيزك سايز فور نست، فين المقاس الاساسي بتاع العينة طبقا للرول تيبل اهو. بعد كده بيقول لي اختار اصغر مقاس، سيلكت بوينت اوف بيس تو بيلد نست فروم، اختار نقطة على القطعة عشان تبني عليها التدريج، هقول له النقطة دي. ينقل معايا للمقاس اللي بعده، فين مقاس 4 اهو. ينقل معايا للي بعده، فين مقاس 6 اهو. كليك يمين اوكي، هنا عمل لي كومباين، كليك يمين هتسمي ده ايه؟ هسميه all of sizes، كل المقاسات. وهطلع ده فوق بيس تو منيو، هنضف الورك اريا بتاعتي، ديليت اول بيسز، هنزل الجزئين كده. انا دمجت الاتنين دول مع بعض، مدرستين اهم. وريني كده جريد هنا all sizes او كنترول وجي، اقدر اسحب مقاس من هنا ومقاس من هنا، الطريقتين صح اهو. لو هاجي هنا كرييت جريدد سايز، هات لي مقاس من ده ومقاس من ده، عايز مقاس كام؟ اديني اكبر مقاس اهو، اكبر مقاس اهو، كل واحده فيهم ليها اسم اهو، ده اول سايزز وده الستيك. اقدر اجيب اي قطعه من هنا كده، تعالوا مثلا نجيب الباك اهو، ونقول له من قائمه كرييت جريدد سايزز، كليك شمال كليك يمين اوكي، اديني مقاس 6 اوكي، ونحط ده على ده كده مع بعض. من فيو نقول له هنا انفولد، افتح لي الجزئيه دي كده اهو، وناخد ده مع الجزئيه دي كده، نشوف نطابق الاتنين ببعض، نلاقيهم حته واحده بنفس الابعاد بنفس الجواري بنفس كل حاجه. بالتوفيق، شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.